قد يخطر في بال إنسان أنه إنسان عمره 80 سنة. الحقيقة أن عمر الإنسان يتجدد كل 5 سنوات. كيف؟ كل خلية في جسم الإنسان لها عمر. أقصر خلية عمرها 48 ساعة، يومان فقط. خلايا بطانة الأمعاء، الذغابات، هذه تتجدد كل يومين. وأطول خلية عمرها 5 سنوات، الخلية العظمية. فالإنسان يتبدل كلياً من رأسه إلى قدمه كل 5 سنوات. فكل 5 سنوات جلدك غير جلدك، وعظمك غير عظمك، وعضلاتك غير عضلاتك، وأجهزتك غير أجهزتك. كل شيء بالإنسان يتبدل كل 5 سنوات، وهذا من حكمة الله عز وجل. لكن الذي يدهش أن في الإنسان عضوين لا يتبدلان، هو الدماغ. لو تبدلت الخلية العصبية لنسي الإنسان علمه. والله الأخ ماذا يعمل؟ والله كنت طبيب قبل 5 كنت طبيب، لا فقدت علمي كله. بيفقد اختصاصه، بيفقد معارفه، بيفقد ذاكرته، بيفقد خبراته، بيفقد قدراته، بيفقد مهارات، بيفقد كل شيء. فلحكمة بالغة 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 خلايا الدماغ والخلايا العصبية لا تتبدل، لأن خبراتك، معلوماتك، مهاراتك، قدراتك، اختصاصك، لغتك، ذكرياتك في الدماغ. أرأيت إلى هذه الحكمة؟ ثم اكتشف أن خلايا القلب أيضا لا تتبدل. القلب مكان المشاعر والأذواق. فلما تم في العالم إجراء عمليات زرع قلب ب73 حالة بالأرض، المفاجأة أن الذي زرع له قلب شاب كان شيخاً يحب الموسيقى الكلاسيكية، فلما زرع له قلب شاب أصبح يحب الموسيقى الجاز. أذواقه في الموسيقى أذواق صاحب القلب الذي أخذ قلبه. طبعا في بحث لطيف جدا حول الموضوع، يعني شيء مدهش. كان الذي أخذ القلب منه يحب هذا الطعام، فالذي زرع له قلب ذلك الشاب أحب هذا الطعام. فلحكمة بالغة بالغة القلب مكان المشاعر والأحاسيس والأذواق، والدماغ مكان الأفكار والخبرات والمهارات وما إلى ذلك. فثبات خلايا الدماغ مع ثبات خلايا القلب هذا شيء يدهش. الشيء الأدق، اكتشف أن في القلب خلايا عصبية تتمتع بميزات تفوق خلايا الدماغ، بل إنها تأمر خلايا الدماغ. عندما تقرأ قوله تعالى يقشعر جلدك، لهم قلوب لا يعقلون بها، هذا شيء اكتشف حديثا. أنا كنت أظن أن قلب الإنسان هذا المادي المضخة الصنوبرية غير قلب نفسه. تبين أن قلب نفسه هو قلب جسمه نفسه. فلذلك هناك آيات مدهشة في خلق الإنسان، تبدل الخلايا وثبات خلايا الدماغ والقلب، ثم أن في القلب خلايا عصبية تفوق بمهاراتها خلايا الدماغ. هذا مصداق قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها.